ناقص واحد غادي تعطينا ناقص تكامل من صفر لواحد ديال واحد على إكس أس 2 دي إكس. نقدر دابا نحسب هاد التكامل هذا سهل. التكامل ديال إكس هو الدالة أولا الدالة الأصلية ديال هادي اللي لداخل إكس هي واحد على جوج إكس أس 2، والدالة الأصلية ديال واحد على إكس أس 2 هي ناقص واحد على إكس. نجي نكتبها هنا. دونك التكامل بين صفر وواحد ديال جوج إكس ناقص واحد على إكس أس 2 كلشي هادشي دي إكس هو جوج في الدالة الأصلية ديال إكس هي واحد على جوج في إكس أس 2 بين المحدين صفر وواحد. ثم عندنا هنا واحد الناقص، عاد الدالة الأصلية ديال واحد على إكس مربع هي ناقص واحد على إكس. دونك بين صفر وواحد، ونعوضو دابا ونحسبو. هادي غادي تعطينا جوج في غادي نعوضو هادي في واحد هي واحد أس 2 على جوج ناقص إلا عوضناها بصفر هي صفر أس 2 على جوج هي بطبيعة الحال صفر، ناقص بين قوسين ناقص واحد على إكس في واحد غادي تعطينا ناقص واحد على واحد. ولكن هنا غادي يخصنا واحد المشكل، غنلقاو مشكل هنا في الصفر، لأن واحد على صفر ما عرفناش. الوغ اشنو غادي ندير؟ غادي فقط لان هاد الحساب هذا ميمكنش نحسبو، دونك خاصني نبدا هنا تكامل من ماشي من صفر لواحد، غناخدو من جوج ولا من واحد لجوج. غادي نرجع لهنا وغادي نديرو من واحد لجوج، 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 اللي ما كيبدل حتى شي حاجه بالنسبه لهادشي اللي فين خدامين. الوغ دونك التكامل دابا غيولي حسبنا الدوال الاصليه، دونك خصنا نحسبوه من واحد لجوج، حسبناهم من واحد لجوج، دونك هادي غادي نحيدها وغادي نحسب دابا انا. الوغ غادي يعطينا جوج عامل ليه، نعوضو دابا هادي في جوج غادي تعطينا واحد على جوج في جوج أس 2 هي 4 ناقص ناخدو هادي ونعوضوها في واحد غادي تعطينا واحد أس 2 في واحد على جوج ناقص بين قوسين ناقص واحد على إكس غادي نعوضوها في جوج غادي تعطينا ناقص واحد على جوج ناقص عاد ناخدو هادي ونعوضوها في واحد هي ناقص واحد على واحد. نقدرو دابا نحسبو هادشي. 4 على جوج هي 4 على جوج هي جوج، جوج واحد أس 2 هو واحد ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج ناقص. الوغ واحد على واحد هو واحد، ناقص مع الناقص غيعطينا زائد، إذا غتبقى لينا ناقص واحد على جوج زائد واحد. جوج ناقص واحد على جوج مقام الموحد هو جوج، جوج في جوج 4، 4 ناقص واحد هي 3، دونك جوج في 3 على جوج، واحد ناقص واحد على جوج هو واحد على جوج مع هاد الناقص هذا غيبقى لينا هنا. إذا هذه هي 6 على جوج ناقص واحد على جوج اللي هي 5 على جوج. إذا تكامل ديال الدالة من واحد حتى لجوج ديال جوج إكس ناقص واحد على إكس أس 2 دي إكس هو 5 على جوج. ثم نكملو الخاصيات ديالنا.
الوغ غادي نزيدو هنا واحد خاصية ديال الترتيب. الخاصية ديال الترتيب هي دائما اف و جي متصلتان على اي و ا و ب عنصران من اي. الوغ خاصية الترتيب كتقول لنا إذا كانت اف ل إكس أصغر من أو يساوي جي ل إكس على المجال AB، فإن التكامل ديال اف تبعنا بالأحمر، تكامل من أ حتى ل ب ديال اف ل إكس دي إكس أصغر من أو يساوي التكامل من أ ل ب ديال جي ل إكس دي إكس. دونك هنا ردوا البال لواحد الفكرة، أن هذا راه استلزام، يعني إلا عندنا هادي كتدينا لهادي، ماشي تكافؤ. يعني وغادي نستعملو هذا ملي غادي نقولو مثلا اف ل اكس صغر من جي ل اكس، وغادي نقولو غادي ندخلو عليهم بجوج بالانتيغرال، ولا غادي ندخلو عليهم بجوج بالتكامل. عطانا التكامل ديال هادي صغر من التكامل ديال الثانيه، ولكن هنا استلزام فقط. ردوا البال مكاينش تكافؤ. وهاد الخاصيه نقدروا نستنتجوها، ويمكن استنتاج نفس الخاصية بالنسبة لثلاث دوال. يعني تكون عندنا اف ل اكس محصورة بين جي ل اكس و اش ل اكس، ونستنتجو منها الاستلزام انها من ا ل ب ديال اف ل اكس يكون محصور بين تكامل ديال اش ل اكس دي اكس، ومن جهة اخرى من ا ل ب ديال جي ل اكس دي اكس. طبيعة الحال جي و اف و اش متصلة، و ا و ب عنصرين من المجال اي. دونك هاد الخاصيات هادو غنستعملوهم في الترتيب، فاش غيطلبوا لنا مثلا بين ان واحد الانتيغرال اكبر من شي حاجه، غادي نستعملوا هاد الخاصيات يا اما بجوج يا اما بثلاثه. ثم عندنا خاصيه اخرى اللي هي خاصيه القيمه المتوسطه. اش كتقول لنا هاد الخاصيه؟ كتقول لنا اف اولا اف متصله على المجال AB. نسمي، عندنا جوج الحاجات في هاد الخاصيه، نسمي القيمه المتوسطه ل f على المجال AB العدد. بون نسميوه مو، نسميوه A، نسميوه C، نسميوه D كيما عجبنا، اللي كيساوي واحد على B ناقص A في تكامل من A حتى ل B ديال f إي إكس دي إكس. هذا كنسميوه القيمة المتوسطة ديال f على المجال A B. ثم النقطة الثانية في هذه الخاصية كتقول لنا يوجد
على الأقل عدد سي بحيث سي ينتمي إلى المجال AB و الصورة ديال سي تساوي 1 على B ناقص A في التكامل من A حتى ل B ديال F ل X دي X. يعني بصيغة أخرى يوجد على الأقل واحد العدد اللي كيساوي هاد القيمة المتوسطة ديال F. نديرو تطبيق بسيط ديال هاد القيمة المتوسطة. مثلا نحسب القيمة المتوسطة للدالة f ل x تساوي اكسبونونسيال جوج x على المجال صفر واحد. اشنو هي القيمة المتوسطة؟ القيمة المتوسطة هي 1 على b ناقص a. b في هذه الحالة هو 1 ناقص a هو 0 في التكامل من 0 ل 1 ديال الدالة جوج x دي x. باش نحسبوها خاصنا نلقاو الدالة الأصلية. إلا كانت الدالة f صغيرة هي اكسبونونسيال دوز x، الدالة الأصلية ديالها هنا خاصنا نكتبوها على شكل هادي، غادي تعطينا اكسبونونسيال u بحيث u في هاد الحالة هي جوج x و u بريم الدالة المشتقة ديال هادي هي جوج. المشكلة أن هنا ما عندناش جوج. اشنو غادي نديرو؟ غادي نضربو هادي في جوج ونقسموها على جوج. ضربنا في جوج وقسمنا على جوج حتى شي حاجة ما تبدلات. اشنو غادي يبقى يولي عندنا؟ غتولي عندنا هادشي اللي في البسط فيه اكسبونونسيال u هو اكسبونونسيال دوز اكس، وهاد الجوج هادي هي اللي غادي تعطينا u بريم. دونك غادي تولي عندنا u بريم في اكسبونونسيال u، والدالة الأصلية ديال u بريم اكسبونونسيال u هي اكسبونونسيال u حسب الجدول ديال الدوال الأصلية. بينما هاد العدد هاد جوج اللي في المقام غادي يبقى ما غيتبدلش، وغادي نرسمو فقط الدالة الأصلية ديال هادي اللي بالصفر هنا غادي تعطينا اكسبونونسيال ديال جوج اكس. اشنو درنا هنا؟ هنا كانت خاصنا واحد u بريم، u بريم جوج ما لقيناهاش. بما انها عدد حنا كنعرفوا اننا نقدروا نضربوا في عدد ونقسموا على عدد، ما كيتبدل والو. دونك ضربنا في جوج وقسمنا على جوج باش بينا هاد العدد جوج اللي عطانا اكسبونونسيال ديال u. اذا نكملوا دابا الحساب ديالنا، لقينا الدالة الأصلية. دونك نقدروا نحسبوا التكامل ديال اكسبونونسيال جوج اكس دي اكس هو بين معقوفتين 1 على جوج في اكسبونونسيال جوج اكس بين صفر و واحد. نعوضو دابا 1 على جوج في اكسبونونسيال ديال جوج في واحد اللي هو جوج ناقص 1 على جوج في الاكسبونونسيال ديال زيرو، والاكسبونونسيال ديال زيرو هي 1 على جوج نعملو ب1 على جوج غتعطينا اكسبونونسيال ديال جوج، اكسبونونسيال ديال زيرو هو واحد، هو ناقص واحد.